يبصوا على مجهودهم اللي هم عملوه طول السنة. هل أنا فعلا عملت اللي عليا؟ ندخل بقى على الموضوع بدون مقدمات كتير. النهاردة جاية أحكي معاكم تجربتي الدراسية. طبعا الناس اللي عارفاني أو الناس اللي متابعاني أنا ما بقاليش كتير يعني، بس الناس اللي عارفاني يعني بشكل شخصي عارفين إن أنا مخلصة جامعة بقالي حوالي سنتين. وانا دلوقتي بصراحة حابة ان انا اكلمكم عن تجربتي الدراسية وخصوصا في الثانوية العامة. طبعا بما ان ثانوية عامة خلصت خلاص، نتيجتها تقريبا كمان 10 ايام او حاجة، مش عارفة بصراحة. بس حبيت ان انا استغل الفرصة ان انا اتكلم في تجربتي انا الشخصية في الثانوية العامة، وادي نصايح صغيرة لكل الطلبة اللي نتيجتهم قربت تظهر. وقبل اي كلام، انا مش طالعه يعني اصبر حد او ان انا ادي نصايح، انا مش احسن حد يدي نصايح. فانا طالعه اتكلم كواحده عاديه جدا، وهتكلم عن تجربتي الدراسيه. اي نعم هي مش تجربه يعني كبيره، بس انا احكي عن نفسي. وانا بحكي عن نفسي واحنا بنعمل فيديو هعمل لكم الميك اب اللي انا بعمله كل يوم، ماي ديلي ميك اب، هعمله قدامكم واحنا بنحكي، يعني منها دردشه ومنها ان احنا نعمل ميك اب مع بعض. انا افصل شويه من جو التحديات ومن جو الفيديوز اللي انا بعملها على طول، وبالمره برضو تعرفوني انا عملت السكين كير ورطبت وشي خلاص. اول حاجه بعملها هو ان انا بستخدم البرايمر ده، لانه بيخلي الميك اب ثابت لاطول فتره ممكنه، خصوصا لو انتوا مثلا نازلين الصبح او حاجه وعايزين الميك اب يقعد معاكوا شويه او يقعد معاكوا يعني طول اليوم. فالبرايمر ده من شي جلام بجد بيثبت الميك اب جدا، وانا اصلا اتكلمت عنه كذا مره طول. وسامحوني لو الفيديو هيطول، بس حاجه عايزه احكي لكم عنها ان انا كان نفسي من وانا صغيره، وده مش حلم اللي هو كلمه وخلاص. يعني دايما لما بنسال اي حد نفسك تبقى ايه لما تكبر، يقولك دكتور، مهندس، دايما بنسمع الكلام ده. بس انا بجد كان نفسي ان انا اكون دكتور. وفي ثانوية عامة انا كنت عايزة فعلا اوصل للحلم ده، انا عايزة ادخل طب. وكانوا اهلي كمان نفسهم ان انا ادخل طب، انا اصلا البنت الكبيرة. ف يعني هما بالنسبة لهم دي اول ثانوية عامة ليهم، فبتبقى صعبة شوية لو احنا حاطين امل عليه. فانا بصراحة كان حلم حياتي ان انا ادخل طب وطب بشري. يعني ما كانش نفسي مثلا ان انا ادخل صيدلة او طب اسنان او لا، انا كان نفسي ادخل طب بشري. فالمهم ان انا بصراحة في ثانوية عامة انا دفعة 2020. طبعا دي اكتر دفعة مميزة، مش محتاجة اقول ان احنا كنا ايام الكورونا، هما كانوا مسميينها دفعة الكورونا. فدي بصراحة اكتر دفعة عانت في موضوع ان فجأة كده الدروس وقفت وكل حاجة وقفت، وما عادش فيه امل خلاص في الدروس. وفي ناس طبعا جابت دروس برايفت في البيت، وفي ناس ذاكرت لوحدها زي كده. فانا بصراحة ذاكرت لوحدي، يعني كملت لوحدي. هو تقريبا كانت الدروس وقفت في شهر 3، اللي هو كانت الامتحانات اصلا قربت، وكنا يعني في حاجة للمراجعات والكلام ده. المهم انا خلاص ده كان امر واقع، وابتديت ان انا اذاكر لوحدي، مع اني كان عندي مشكلة في حاجات كتير او في مواد كتير زي الكيمياء، محتاجة ان انا في حاجات لسه انا مش يعني متلخبطة فيها، فمحتاجة ان حد يساعدني. الدروس وقفت في شهر 3 واضطريت ان انا اكمل لوحدي، والحمد لله ربنا قدرني ان انا فعلا افهم حاجات ممكن يعني المدرسين وكده ما كانوش قدروا ان هم يوصلوها لي. فابتديت ان انا اشوف دروس اونلاين. المهم بقى انا بصراحة كنت يعني من الناس اللي بتذاكر كتير، يعني ما كانش مثلا حد من اهلي بيقول لي ذاكري او ادخلي ذاكري او اي حاجة، لا انا بصراحة كنت من نفسي، لان انا عندي حلم عايزة احققه، عندي هدف عايزة اوصله، اللي هو انا عايزة ابقى دكتورة، عايزة ادخل كلية طب. وطبعا كانت المجاميع ايامي بجد عالية بطريقة مستفزة، بجد بطريقة مستفزة. يعني ايه طب بشري تاخد 99.5؟ عايزة اكون بأفور، هو فعلا في ناس يعني ما شاء الله ما شاء الله جابوا فعلا 99.5، ايا كان بقى بمجهودهم مش بمجهودهم ماليش دعوة، بس فعلا في ناس دخلت طب بشري وجابت المجموع ده. تقريبا كانت اخر دفعة تسمع ان عن مجموع 99% ده،
يعني دي كانت اخر دفعة، دلوقتي خلاص ما عادش فيه الكلام ده. بس على العموم يعني الحمد لله ان الافكار دي اتغيرت او المجاميع دي نزلت وما عادش فيه حاجة اسمها 99% و99.5. جبت مجموع يعني طبعا ما يدخلنيش طب بشري، بس الحمد لله جبت مجموع كبير. يعني انا ما جبتش الحمد لله مجموع قليل ولا حاجة، لا جبت مجموع كبير. فالمهم انا بصراحة زعلت جدا، كان يوم النتيجة ده انا ما بطلتش عياط، مش عارفة، بس حاسة ان انا هو ده حقي. يعني انا ما اتظلمتش ولا حاجة ولا اي كلام، يعني ممكن اي حد يطلع انا اتظلمت، انا لا انا ما اتظلمتش الحمد لله. بس انا مش عارفة ليه كنت بعيط، حاسة ان انا عملت مجهود كبير، بس للأسف يعني اهلي زعلوا. مش اهلي، يعني ماما بصراحة كانت واقفة جنبي وهي وخلاص انتي عملتي اللي عليكي، مش مشكلة، على فكرة مجموعك حلو هنا يعني. بس انا الحمد لله لما جيت افكر او جيت اقعد مع نفسي، الحمد لله لا انا لقيت نفسي كويسة، الحمد لله عملت اللي عليا. المجموع ده هو المجموع اللي استاهله. الاهل دايما بيبقوا نفسهم ان ولادهم يبقوا احسن الناس، وبيبقى نفسهم مثلا ان بنتهم او ابنهم، وخصوصا ان انا زي ما بقول لكم انا الكبيره في اخواتي، او مش اخواتي يعني انا ما عنديش غير ولد واحد، فهم كانوا دايما حاطين الامل عليا يعني. بس ماما يعني كانت دايما جنبي بتقول لي لا انت عملتي اللي عليكي، وكفايه انك عملتي اللي عليكي، وان شاء الله ربنا هيحطك في المكان المناسب ليكي. لولا وقفت ماما جنبي وان هي قالت لي الكلام ده كنت فضلت زعلانة، بس حسيت ان هي فعلا هونت عليا. وبس كده يعني دخلت بقى كلية بصراحة مش هقولكوا انا مش حباها، بس انا مش هكدب، مش حباها، مش اللي هو المجال اللي انا حابة ان انا اكون فيه. يعني انا كنت حابة ان انا اكون في مجال تاني، بس الحمد لله يعني اكيد ربنا برضو هيرزقني في حاجة تانية، او هيديني حاجة حلوة بس في مكان تاني، مش لازم المكان اللي انا ابقى عايزاه. وعايزة اقول لكم على حاجة، يعني اي حد دلوقتي قيم نفسه من الرقم او المجموع اللي هو جايبه، دي اكبر غلطة، اكبر غلطة انك انت تقيم نفسك من رقم. ممكن التنسيق بيقيمك من الرقم، بس انت ما ينفعش انك تقيم نفسك من رقم. يعني مثلا انت جايب 90، جايب 92، ما ينفعش انك تقيم نفسك من مجموع انت جايبه. انت هتقيم نفسك من مجهودك اللي انت عملته اولا، اللي ربنا شايفه واللي انت عارف ان انت عملته. دي اول حاجة. تاني حاجة انت قيم نفسك لان انت لازم لما تدخل حاجة تكون بتحبها، لان بتفرق قوي، بتفرق قوي لما تدخل حاجة انت حاببها وفعلا هتديها، وفرق ان لما انت تدخل حاجة انت مش بتحبها فعمرك ما هتديها. ده اتقال كتير قوي، وفي ناس كتير قوي طلعت واتكلمت ما تزعلش ومش عارفة ايه. لا انا مش بصبر حد والله، بس بجد يعني انا بكلمكم بمنتهى المصداقية انه ما تقيمش نفسك من رقم. اللي حوالينا او البيئة اللي حوالينا هي اللي وصلتنا لكده، وصلتنا ان احنا نقيم نفسنا من رقم، وخلتنا كمان نشوف ان في كليات قمة وكليات مش قمة. يعني مثلا احنا طول الوقت بنسمع كليات القمة، كليات القمة، كليات القمة ايه يا جماعة بجد؟ يعني ايه الفكرة في ان انا مثلا انا مش حابب ان انا ادخل طب او مش حابب ان انا ادخل هندسة، بس دخلتها علشان اهلي عايزيني ابقى كده، بس انا مش حاببها، فاطلع ادمر الدنيا وادمر الناس. يعني انا مثلا ادخل كلية طب وانا مجهودي ما يجيبنيش لكلية طب، ومجموعي يعني بصرف النظر بقى عن اي حاجة. يعني في دلوقتي مثلا ناس فعلا بتدخل كليات خاصة علشان مثلا لسه 1%، 2%، فحرام برضو ده. انت هتشوفه قدام، يعني انت نفسك هتشوفه قدام لما هتلاقي نفسك بقيت دكتور بس مش حابب المهنة اللي انت فيها، مش عارف تديلها، فانت ضيعت عمرك وضيعت وقتك في حاجة انت مش حاببها لمجرد ان في حد شايف ان دي كلية قمة. يعني احنا دلوقتي 2026، فاحنا المفروض ان احنا نغير النظرة دي شوية، نشوف ان فعلا احنا ما ينفعش نحكم على ولادنا ولا نحكم على حد من مجموعه هو جايبه. بس انا دلوقتي بكلم الطالب او بكلم البنت او الولد اللي ممكن يكونوا بيشوفوني ان هما ما يقيموش نفسهم بجد من رقم، بس يبصوا على مجهودهم اللي هما عملوه طول السنة. هل انا فعلا عملت اللي عليا؟ هل انا ذاكرت؟
هل ده المجهود اللي انا استحقه؟ يعني انا عن نفسي، انا هكلمكم عن نفسي، انا شايفه ان المجموع اللي انا جبته فعلا هو مناسب جدا لمجهودي بجد. يعني ربنا فعلا اداني على قد مجهودي. بلس كمان ان احنا لازم يا جماعه يكون عندنا حتة انا بحب المجال ده ولا لا. ما تقلدش حد، ما تقلدش صحابك، ما تقلديش صاحبتك. مش عشان صاحبتك دخلت كلية معينة فانا كمان لازم ادخل الكلية دي. لا، انا لازم اكون حابب اللي انا بعمله، لان انا لو مش حابب اللي انا بعمله عمري ما هديله. وانا في الكلية اللي انا كنت فيها دي للاسف انا ما كنتش حباها. يعني زي ما بقول لكم انا دخلت كلية انا مش حباها، بس حسيت بقى دلوقتي ان انا فعلا مش عايزة اكمل فيها. يعني خلاص، اللي هو انا مجرد اخدت الشهادة خلاص بقى، يعني مش هكمل في اللي انا درسته ده. فساعات الواحد بيصعب عليه ان هو مثلا 4 سنين كلية او 5 او 6، ايا كان يعني كليتك ايه، وفي الاخر بتتجه اتجاه تاني خالص غير الاتجاه بتاع اللي انت اتعلمته او اللي انت درسته. فعشان كده يا جماعة انا بقول لكم الفكرة ان احنا ندخل فعلا حاجة احنا حابين ان احنا ندخلها، وعارفين ان احنا هنديها، وعارفين ان احنا ان دي هتكمل معانا طول حياتنا، وهيفضل عندنا شغف ان احنا نقعد نتعلم ونكتشف حاجات في المكان اللي احنا درسنا فيه ده، او في المجال يعني عموما اللي احنا درسناه. فدي كانت قصتي. هي مش قصة كبيرة، هي ممكن تكون موجودة في كل بيت عادي، واي حد دلوقتي يعني ممكن يقول فعلا انا حصل معايا كده. بس الفكرة ان انا طالعة ان انا اعمل الفيديو ده علشان انصح اي حد فعلا ما تقيمش نفسك من رقم او من مجموعة. ده مش قيمتك بجد، مش قيمتك او مش قيمتك. قيمتك المجهود اللي انتي عملتيه، واللي ربنا فعلا بيديكي على قده. يعني انا فعلا دلوقتي بفكر، اكتشفت ان فعلا ربنا اداني على قد تعبي. كليات جديدة جدا طلعت، في كليات كمان ما كناش نسمع عنها زمان بقت موجودة دلوقتي، وبقى ليها سوق عمل، وبقت مطلوبة اكتر من الكليات اللي احنا كنا بنشوف ان هي كليات قمة. في كليات دلوقتي بقت مطلوبة اكتر. بالفيديو ده يكون عجبكم وما كنش طولت عليكم، وعملنا كمان الميك اب الديلي ميك اب بتاعي مع بعض. واشوفكم الفيديو الجاي، بس عايزاكم تقولولي في الكومنتات او تحكولي تجاربكم او ايه تجربتكم مع الثانوية العامة. بس باي باي.